دور المجموعات من الشامبيونز ليج خلص وتأهل 16 فرقة من الثمان مجموعات اللي كانوا موجودين، بس يا ترى مين هم الفرق دي وارقامهم كانت عاملة ازاي؟ على الفرق اللي اتأهلت لازم كلنا نكون عارفين ومعترفين ان السنة دي كان موسم غير في الشامبيونز ليج، وان فرق صغيرة كتير نفست وكانت عاملة اداء هايل، حتى بنفيكا اللي محدش كان يتوقعها تماما اتصدرت المجموعة من باريس سان جيرمان ويوفنتوس، مين كان متخيلها دي؟ ومن غير ما اطول اكتر من كده يلا بينا على جروب A ونشوف مين اللي اتأهل في المجموعة دي. المجموعة الأولى اتأهل نابولي في المركز الأول وكان معاه 15 نقطة، ومن 6 ماتشات كسب 5 وخسر ماتش واحد بس. وللعلم على فكرة نابولي كان أقوى خط هجوم لحد دلوقتي وسجل 20 هدف في دور المجموعات في الشامبيونز ليج، وزي ما قلت لكم هو سجل 20 واستقبل 6. المركز الثاني للمجموعة دي كان ليفربول واللي كان عنده 15 نقطة برضه، ومن أصل 6 ماتشات 5 انتصارات وهزيمة واحدة بس. ليفربول سجل 17 هدف واستقبل 6، ودول كانوا الفرقتين اللي تأهلوا من المجموعة الثانية. كان في كل المفاجآت اللي ممكن تتخيلها واجوان بالهبل في الدقيقة 90 بلس. سيبنا من كل ده وهنتكلم عن المركز الاول اللي كان عامل اداء هايل السنه دي، واللي هو فريق بورتو اف سي البرتغالي. بورتو طلعوا المركز الاول ب 12 نقطه واربع انتصارات وهزيمتين بس، سجلوا 12 هدف واستقبلوا 7. وبالنسبه للمركز الثاني فكان في كلوب بروج او مش عارف النطق بتاعه، كذا حد بينطقه بطريقه مختلفه، وكانوا مسجلين 7 اهداف واستقبلوا 4. بالنسبه للنتائج فهم متعادلين ماتشين، كسبانين 3 وخسرانين ماتش واحد. نيجي للمجموعه الثالثه واللي هي جروب سي، واللي كان فيها المتصدر بايرن ميونخ اللي ما خسرش ولا ماتش وكسب كل ماتشاته، وتقريبا دي الفرقه الوحيده اللي عملت كده. بايرن ميونخ لانه كسب ال6 ماتشات معاه 18 نقطه ومسجل 18 هدف ومستقبل 2 بس. والمركز الثاني في المجموعه دي كان انترناسيونال الايطالي او انتر ميلان، يعني زي ما ناس كتير عارفاه. تأهلوا من المجموعه دي ب 10 نقط و3 انتصارات، هزيمه واحده وتعادلين. الفريق الايطالي مسجل 10 اهداف ومستقبل 7. المجموعه الرابعه وهو جروب دي، واللي كان المركز الاول ومتصدر فيه توتنهام الانجليزي. اتأهل توتنهام الانجليزي ب 11 نقطه لدور ال16، وكان فيه من ال 11 نقطه دول هزيمه واحده بس، تعادلين و3 انتصارات، استقبل 6 جوان وسجل 8. المركز الثاني في المجموعه دي كان الفريق الالماني فرانكفورت، تأهل من المجموعه ب 10 نقط، 3 انتصارات، هزيمتين وتعادل واحد. سجل الفريق الالماني 7 اهداف وفي المقابل استقبل 8. المجموعه الخامسه واللي هي كانت جروب اي، واللي تأهل منها تشيلسي في المركز الاول ب 13 نقطه، 4 انتصارات، تعادل وبرده هزيمه واحده بس. وكان سجل البلوز في دور المجموعات 10 اهداف وفي المقابل استقبل 4. وراه على طول في المركز الثاني كان الفريق الايطالي اي سي ميلان بفرق 3 نقط، وتأهل الفريق الايطالي لدور ال16 ب 10 نقط. ميلان في دور المجموعات كسب 3 ماتشات، اتعادل 1 وخسر 2، وكان مسجل الفريق الايطالي 12 هدف وفي المقابل استقبل 7. ومجموعه حامل اللقب المجموعه السادسه جروب اف كان المتصدر برضه حامل اللقب ريال مدريد ب 13 نقطه و15 هدف، كان الميرينجي في المركز الاول، عشان يجي وراه على طول ار بي لايبزيج تأهل كمركز ثاني ب 12 نقطه. في خلال دور المجموعات مدريد كسب 4 ماتشات، اتعادل ماتش وخسر ماتش واحد. اما بالنسبه للايبزيج فهو كان 4 انتصارات وهزيمتين. جروب جي والمجموعه السابعه وخلاص دي المجموعه اللي قبل الاخيره، اتأهل منها فرقتين واللي هما كانوا مان سيتي وبروسيا دورتموند. الفريق الانجليزي مان سيتي كان متصدر ب 14 نقطه، كان عنده 4 انتصارات وتعادلين. 6 ماتشات بتوع دور المجموعات قدر مان سيتي ان هو يسجل 14 جول واستقبل في المقابل 2 بس. المركز الثاني كان الفريق الالماني زي ما قلت لكم بروسيا دورتموند، واللي تأهل بفرق كبير حبتين عن المركز الاول 9 نقط، وبكده كان في المركز الثاني لجروب جي. دورتموند كسبوا ماتشين، اتعادلوا 3 وخسروا ماتش واحد. العملاق الالماني سجل 10 اهداف واستقبل 5 في المقابل. اما بقى بالنسبه للمجموعه الاخيره وهي جروب اتش، واللي كان فيها بنفيكا اللي عملت مفاجاه كبيره جدا، وبرده يوفنتوس اللي خذلتنا كلنا وفاجئتنا برده. فجاه السنه دي ان بنفيكا كانت متصدره المجموعه وما خسرتش ولا ماتش، وتعادلت الماتشين مع بي اس جي، مع ان كلنا كنا متوقعين ان بي اس جي اكيد ويوفنتوس اللي هيصعدوا. بنفيكا تاهلت ب 14 نقطه كان متصدر، 4 انتصارات وتعادلين بس. سجل الفريق البرتغالي 16 هدف وفي المقابل استقبل 7، وكان وراه على طول في المركز الثاني العملاق الفرنسي بي اس جي او باريس سان جيرمان، يعني بنفس الارقام وبنفس كل حاجه، بس كان كل الفرق الاهداف اللي بره الملعب واللي جوه ملعبه. تأهل بي اس جي كمركز ثاني ب 14 نقطه و4 انتصارات
وتعادلين بس، وبرده 16 هدف واستقبل 7. فبكده دول كانوا 16 فرقه اللي اتاهلوا. بس كان في ارقام مثلا زي الهدافين واكتر ناس عملت اسيستات في دور المجموعات. قبل ما اتكلم عن الانجازات الفرديه في الشامبيونز ليج كان لازم اكلمكم عن الشامبيونز ليج عموما، الارقام بتاعته كانت عامله ازاي. وفي 96 ماتش من دور المجموعات كان متسجل 304 اجوان من كل الفرق. اقوى 3 خطوط هجوم كانوا من نصيب ليفربول، نابولي وبايرن ميونخ. نابولي الايطالي كان في المركز الاول ب 20 هدف وكاقوى خط هجوم في الشامبيونز ليج لحد دلوقتي. البايرن بالعلامه الكامله كان عنده 18 هدف في المركز الثاني، وليفربول الانجليزي كان عنده 17 هدف عشان يكون ثالث اقوى خط هجوم في الشامبيونز ليج السنه دي. اكتر 3 فرق قدروا ان هم يعملوا كلين شيتس كانوا ال3 فرق الجايين. كلوب بروج البلجيكي كان عنده 5 كلين شيتس، وكان بيجي وراه على طول بايرن ميونخ برده بنفس العدد من كلين شيتس 5. في المركز الثالث كان مان سيتي اللي خرج ب4 كلين شيتس من اصل 6 ماتشات. في الارقام الفرديه كان عندنا كيليان امبابي كان متصدر الهدافين هو ومحمد صلاح ب7 اهداف. وراهم على طول في المركز الثالث كان ايرلينج هالاند ب5 اهداف، وهو لاعب مان سيتي طبعا زي ما انتم عارفين. بالنسبه لحراس المرمى واكتر حراس اللي عملوا تصديات كانوا كالاتي: بينجوليت من كلوب بروج البلجيكي كان عنده 31 تصدي، تروبين من شختار كان عنده برده 31 تصدي في المركز الثاني، ونانا من انترناسيونال كان عنده 29 تصدي، عشان يكونوا دول هم احسن 3 حراس لحد دلوقتي في دور المجموعات من الشامبيونز ليج. بمناسبه حراس المرمى، لو ما تعرفش الحارس الالماني مانويل نوير اتصاب بالسرطان، وبيقولوا ان هو هيعمل عمليات جراحيه، وفي شكوك ان هو يلحق كاس العالم ولا لا. فقلت اقول لك يعني دي كانت احصائيات دور المجموعات. هنستنى القرعه عشان نعرف مين هيلاعب مين في دور ال16، ومتاكد ان هيكون في ماتشات جامده جدا هكلمكم عليها اول ما القرعه تتعمل. ما تنسوش لايك شير وسبسكرايب، واشوفكم الحلقه الجايه.